الكنيسة بتكرمهم، يعني دي مش حاجة اخترعها شوية ناس، لا دي حاجة إنجيلية من القرن الأول، إن ربنا بيكرم الشهداء ويمجدهم لأنهم أحبوه حتى المنتهى. في القديم قيل في المزمور: لم يترك إنسانا يظلمهم، وبكت ملوك لأجلهم، وقال: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. وقال: من يكرمكم يكرمني، من يقبلكم يقبلني، من يقبل نبي باسم نبي فأجر النبي يأخذ. يعني أبونا هنا في الكنيسة مثلا يقول: أنا باخدم مرمينا. واحد في كنيسة ماري جرجس بيقول: أنا خدام مسبح ماري جرجس. لما أبونا ده يزور البيت والناس تقبله بالإيمان والمحبة، يبقى قبلوا ماري جرجس اللي هو بيخدمه. من يقبل نبي باسم نبي فأجر النبي يأخذ. وقال الرسل الأطهار: أي بيت دخلتوا يقبلوكوا قبلوني أنا، من يرزلكم يرزلني. فالناس اللي ما يعني لا مؤاخذة في الكلمة ما بيعبروش القديسين، يقول لك احنا لينا المسيح، انا لينا المسيح. طبعا ربنا يزعل منهم. بيقول: من يرزلكم يرزلني، اللي يسمع منكم سمع مني، اللي بيرفضكم يرفضني. اللي بيكرم القديسين بيكرم الله، واللي بيحقر من القديسين ربنا يزعل منه. عشان كده بقول احنا مش بنتبع يعني حاجات بشرية، ولكن الكنيسة مبنية على أساس الإنجيل. كل ما في الكنيسة على أساس الإنجيل. الشهداء مكرمين جدا جدا، قريبين من ربنا قوي قوي، شفاعتهم مجابة طبعا طبعا جدا جدا، ده على مدى القرون الطويلة. اللي أكرموه دول لما يطلبوا يرد طلبتهم ولا إيه؟ دول حبايبه، دول اللي شهدوا ليه ضد العالم، ضد فجور العالم. دول قال: أنتباس شهيدي الأمين. ربنا شايلها له دي كأنها حاجة كبيرة قوي، إنه صمد حتى الموت، صمد حتى الموت. كنيسة من غير قديسين تبقى إيه؟ دي كنيسة القديسين، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء والقديسين والشهداء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. دول المحيطين بينا عشان نكمل جهادنا. ما هماش يعني انطووا في التاريخ، دي نفوس مقدسة موجودة في الكنيسة محيطة بالمؤمنين. طبعا كل ما الواحد يقرب من القديسين، واحد بيحب ماري جرجس قوي يقرب منه قوي. ناس كتير اتعلقوا بماري جرجس تعلق شديد، ولقيوا سند كبير جدا في كل أيام الحياة، في الضوائق، في المتاعب، حتى في النجاح. لقيوا سند القديسين كبير. ليه؟ لأنهم أرواح مكملة في المجد. احنا هنا ممكن نسند بعض، واحد صاحب مركز، واحد ربنا أنعم عليه بغنى يقدر يسند اخواته بطريقة أو بأخرى، والواحد بينبسط قوي إن يلاقي حواليه ناس يقول لك فلان ده شهم، راجل شهم، تلاقيه جنبك في الضيقة فعلا، فيفرح لوحده.